مات راجل كبير في السن كان الناس بيقولوا عليه الشيخ العارف، وساب وراه وصية غريبة وصندوق خشب قديم عليه نقش باين إنه محفور بإيد مش طبيعية، مكتوب عليه إياك تفتحه إلا لو كنت مستعد تعرف الحقيقة. الصندوق وصل لحفيده آدم، شاب عنده 25 سنة، عايش حياة عادية، لكن دايما كان حاسس إن في حاجة ناقصة، حاجة مش مفهومة في تاريخه. لما جاله الصندوق بعد الجنازة، أهل القرية كلهم قالوا له نفس الجملة: خلي بالك يا آدم، الصندوق ده لو تفتح حياتك مش هتفضل زي ما هي. بس الفضول كان بياكله، ليل ونهار قاعد قدامه بيتخيله مفتوح، بيسأل نفسه إيه اللي جدي كان خايف أقراه. وفي لحظة ضعف وهو لوحده بالليل فتح الصندوق، كان فاضي، أو على الأقل كده باين. ضحك وقال: كل ده عشان صندوق فاضي؟ لكن قبل ما يقفل الغطا النور قطع فجأة، وتليفونه رن، تسجيل صوتي من جده بصوته الخشن والمعروف: لو فتحت الصندوق لازم تكمل الرحلة، وإلا كل حاجة هتختفي. من اللحظة دي آدم بدأ يحلم بكوابيس غريبة، كل ليلة نفس المشهد: أبواب بتتفتح لوحدها، وشخصيات من الماضي بتتكلم معاه، وجسمه كل ما يصحى يلاقي جرح جديد، علامة جديدة، كأن حد بيسيب له رسائل على جلده. قرر يسافر للمكان الوحيد ده اللي جده كان دايما بيقول عليه: الغابة المسحورة اللي محدش رجع منها من 50 سنة. في عز الليل وصل آدم لهناك، وقف قدام الغابة والهواء ساكن، الأشجار عاملة زي الحراس. بص للكاميرا وقال بصوت ثابت: لو حصل لي حاجة شارك الفيديو علشان الناس تعرف إيه حصل. ودخل. لو عايز تعرف إيه حصل لآدم بعد ما دخل الغابة، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان الحكاية دي لسه ما خلصتش.